الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة الأفاضل، اليوم حول أمر مهم أحب أن تسمعوا جيدا، وأدعو الله أو أرجو الله عز وجل أن يوفقني لأن أشرح لكم جميلا، وهو أخلاق الاقتتال بين المسلمين. إذا المسلمون يقتل بعضهم بعض، يعني طائفتين مش شخصين، طائفتين، وهذا ما نتعرض له اليوم كثيرا. تراه في أفغانستان، باكستان، إلى صوماليا، إلى يمن، إلى السودان، إلى سوريا، إلى الآن كلهم القتال، ليبيا. لنقرأ كيف يكون أخلاق الإسلام إذا كان القاتل والمقتول كلاهما مسلمين، ربما أحدهما أقرب إلى الحق والآخر ربما أقل إلى الحق. يعني فلنعلم هذا، إذا حصل قتال بين طرفين أكيد كل طرف معه نقطة من الحق وشيء من الباطل، ولكن نسبة الحق والباطل يختلف. ربما أحدهما 90% على الحق ولكن عنده 9% خطأ أو 10%، والآخر ربما عنده 50% حق و50% باطل. لا يوجد قتال في الدنيا، خصوصا إذا كان بين المسلمين، أحدهم 100% على الحق والآخر 100% على الباطل. لا يوجد هذا. أقل شيء عندهم شبهة شيء يقتتل عليه. فلنتكلم على هذا قليلا إن شاء الله. برايد بسلمان أميرو بحثا شبكن بحثا شر نوا بسلمان ها بخن شر براكوجيا بسلمانه. يعني أخلاقي إسلامي دفردا چیه؟ لورا إيرو أم تماشات كنج بريدا نج إيرو دا، يعني حتى براكوجي جي حضرتي آدم جي أولادي ودا دست بكريه برا يخكشتيه، يعني نورماله نك حلاله جمع إنسان دكوا سريع كأمبر يخ بكجن جي إنسان دكوا سريع. لورا شيطان جروي عوده ربي عالم ربوت فرصات بدا من از مالا بنا خراك، از مالا آدم وزاروكي خراكم. إخوة يقول هم دست اشترت تشت كي سربستي كي عالم داور از نايلم تدست يخو بدي كي اللي كي عالي تداه جحن ما يكري. أفتنا هنج بريده هي جو وقت خدا انسان چکری حضرت آدم اولادی وی او حتی بلکه دنیا خراب بشی برا کجی جانا برای دیو باوی هفدوکشن جاناش برای قومه کی هفدوکشن دم بلد ده عشیرت لهفتخن یاجی قوم برای اسلامتی برای دین. مثلا خریستیانش لهفتخست، ارتودکس و پروتستان مال هف خرا کردن به هزار بصد هزار میلیون هفت کشتن. یهودی هفت کشت او جت تف طریقت وان هنه والله ما بسلمان اجي مشروع عوده حتى روي عوله منبجن، اما يعني بشتي پیغمبر بچند ساله ما جي هف كشتيه. اجا مي تماشي اخلاق اسلامي بكن اسلام وقتكم مسلمان ومسلمان شر بكن قانون اسلام ادفردا شي ام بيا زانبن كو ام قانون اسلام زانبن اسلام دبجا شي دما قدم مسلمان لهفخن بي وقت كي شاشتي كي بكم مغوي بكن بجت ادفردا بسكنه حقيقتنا دبي تشتهانه بكي بالناوي اسلام بيا نك ابيا غرام زامن اولا ام دين خو زانبن هاويك حضرت علي قوتي اعرف الحق تعرف أهله. حق ناس بك وي وقت تزانبي كي هوالي حقه كي لهمبر حقه. أما كم حق ناس نكن مثال السيدامة والله سيدات شكر سيدا راسته والله فلان كاس لميجناك أما أو شبك أنا راسته قانون كي وصلتنا دي إسلام دا سيداي آن تاريك صلاة شيخ آن كافره أو بدا عليكي تشتيك تذكي راسته آن نراسته أم يا غرزان بن. يعني أولا وقبل كل شيء من المتوقع أن يحصل خلاف اقتتال بين المسلمين، لأنه قد حصل بين الناس أولاد سيدنا آدم أحدهما قتل الآخر، والقرآن الكريم أشار إلى هذا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، أي إذن من المتوقع أن يحصل خلاف وقتال بين المسلمين. نحن رأينا هذا بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا علي رضي الله عنه وفي المقابل معاوية بن أبي سفيان وقبله سيدة عائشة والذين معها، فحصل قتال بين المسلمين. ولكن طائفتين الذي يأمرنا الله عز وجل يقول إذا طائفتين اقتتلوا فليكن هنا المجموعة الكبرى هم سيقوموا ويصلحوا بين الاثنين. هذا أولا وظيفتنا إذا حصل خلاف وقتال بين المسلمين، المجموعة الكبيرة سيقوم يقول اجلسوا وأنت اجلس هنا ولنسمع كلامكم، ماذا حصل بينكم أخي، ليش تقتلوا بعض؟ فهذا حينما الله عز وجل يأمرنا فأصلحوا بين أخويكم، حينما يأمرنا بالإصلاح المجموعة الكبيرة عليه أن يقوم. ولكن هناك خلل اليوم،
إذا حصل خلاف بين طرفين، المجموعة الكبيرة في بدل ما يقوم بالصلح ينظر من أقوى من الآخر حسب القوة المادية وليس القوة الشرعية. من أقوى الكل يجلس معه ويقول خلاص نحن معك، لأنه صاحب المال عنده قوة عسكرية وعنده مال، خلاص معك نحن. ولكن الله لا يأمرنا هكذا، يقول انظروا من على الحق فأمروه بأن يسمع كلامكم، ولكن أصلحوا، قوموا بالإصلاح. ولكن إذا أحد الأطراف لم يسمع إلى النصيحة، حينئذ عليكم المجموعة الكبيرة أن تعاقبوه إلى أن يسمع، فبعدما سمع ينتهي الأمر. إذا هذا القانون الأول، علينا أن نقوم بالإصلاح بين الطرفين، هذا الذي يأمرنا به الإسلام والذي نحن لا نطبقه اليوم. من أقوى نحن معه، من ضعيف نحن ضده. هذا عمليا نحن لم نسمع ولم نطبق ما يأمرنا الله به عز وجل. هذا أولا. نقطة أول فياش بير باناكن قالوا جماعة خديت بيجاكو دو جروب مسلمان شاركرن جروب ها نابيكم مسلمان تافه كمان يعني نورمال دباكو مثلا دقون كذا دمال بهفرة شاربكن أما كو جند بخبون نيف شاركرن وربي عالمي ورا رحمه والله كي ألي كاريا وان بكى أما دقون كذا كو جند كي صد مال بموجد بيجن مالنا وصد مال بن جبي صد مال ده 20 مال شاركر حشته مال دني نت شاردانه تشتي خديت بيد اگر کوهین که لهف خست اف گروبا که زیدن او حشته مال براور مساغنه دو چما شاردکن قرقوان گرن گهداری اوان بکن وچما ایدیش وانا کر وچما بخشه وان شوتان وچما بزنا وان کش وچما حسب وان تزي ور حاصل داوی ای بیجن تمام تن حقی تشاشی ام صافی بکن گروبا مازن پشتیوی گاوا کو یکیج مانا گولاس قبول ناک قوتام daha پرتره يعني ماكو 20 مال شاركر يا جوي 20 مال ده 5 مال جروبك هنا 5 مال دني جروبك هادنا اي والله ده 5 مال قوتها ما فرا امل فانا خمانا ضعيفا بي وقت حشتي مال يعني تبهر الكلا كوي 5 مال بسكنه والله بجاب ام فرمان او باوي وراكن ام في قبول لك خدش ما راها امرتك يعني كبا دو جروب اهلا فخست جروب مازن برا نوان صلح بك اجا ايرو ام تشدك صراحة جوارا بيجم وقتی که تو گروب الهفت خن گروبا سه تماشه ناکه نابیجه کی حقه کی نه حقه دبی پره کی هیه کی بقوته عسکری کی هیه کی دولت دستی بدهیه از الکله کای بسکنم یعنی جبون مصلحت و منفعت که دنیای مدینه خفروتیه انسان دین خود فروشن کس کی کلمه حق نابیجه کلمه باطل دبیجن وی فتنه هانه فردا شهید کن اوی مصیبت امزانبن يعني إيرود فردا أم آيات خدای تطبيق ناكن خدای بيا نقطة أول خدای بيكو دو جروب مسلمان شاركرن تطبيق ده عشيرات تبين دمال بات تبين دملات من زرار تنا يعني ون جروب مازن هر نوان داب ساكنة بجن أبيا ناراسته أبيا راسته صلحك جوارا تشيكن أبيا نقطة أول نقطة دو يعني أنا بيجن. طيب بعد ذلك إذا خلاص الطرف حاول ولكن أو أصبح الطرفان أقوى وحاربوا وحصل بينهم ما حصل من القتل ومن الأسر ومن الجرح وما إلى ذلك. ما هو القانون في الإسلام؟ القانون في الإسلام يقول إذا الطرفان اقتتلا ولم تستطيعوا أن تقوموا بالصلح بينهما ولكن عليكم أن تعاملوا بعضكم على أن نحن مسلمون طرفين مسلمين ربما أحد الباغي والآخر على الحق كما يقول سيدنا علي إخواننا بغوا علينا يعني هو كان خليفة ولكن الذين عارضوا بغوا عليه ولكن لم يخرجوا من الإسلام. فالإسلام يقول إذا نظرت إلى أخيك لا تنظر على أنه كافر مشرك مجوسي عليك أن تذبحه أخ لك اعتدى عليك فحاول أن توقفه عند حده. هذا هو نظرة الإسلام ليس نظرة الإبادة والحرق كما حصل مثلا قبل أيام في السودان يعني ذبحوا بعضهم ما شاء الله شيء غريب وعجيب الطرفين مسلمين واحد أفريقي منذ 10,000 سنة والثاني ربما أفريقي أو من خلق السودان قبل 1000 سنة ولكن نفس القومية لماذا تعملوا في بعض دمروا وذبحوا وحرقوا شيء لا يتصوره العقل أن يصدر من المسلم. فهذا حصل ولكن نظرة الإسلام ليس هكذا يقول إذا الطرفين حاولوا أن يقتتلوا فليكن نظرتكم إلى بعض هذا أخي اعتدى علي سأحاول أن أوقفه عند حده وأخذ منه قوته ولكن لا أخذ منه روحه ولا أقوم بإهانته هذا ليس من حقي
لأن الله يأمرنا دائما أن نقدم الرحمة على الانتقام والعداوة. هذا لنعلم هذا أولا. وشيء مهم أن نفهم هذا، لأن الإسلام لا يحب القتل ولا يحب الدمار ولا يحب شيء من الكبائر في الإسلام. كذلك قتل الإنسان من الكبائر. لذلك الله عز وجل حينما يقول كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. هكذا الإسلام يأمرنا، أي كونوا دائما من أهل العفو وليس من أهل الذبح والقتل والجريمة. نقطة دويا إسلامش مراد بيت شيء دبي دماغ شركي تشيبو ودحب سلمان الهاف خست محقق يك هيك سرحقه يك هيك نحقه يعني في نورماله فقط نك يك كافر يك مسلمان نا هر دوج مسلمان يك ده زيد حق بيراي أبد نجي هيك حق بيراي شرعي كنت بينا برا ودا تشيب مجبور من وشاركر مثال نهرتنا وبجد أبيا براي من مسلمان الهمبر مدركاتية نحقي كريه ازي بدم سكناندن نكازي بشوتينم نكازي سري جيكم نكازي مالاي بشوتين ابننا اسلام بجد وها تماشا نكه تشتي كتير تماشا في انسان بكي ابيا مسلمان كي دست خزيده درجم كريه ام كرديه خود بجه نينوكي جيكم درناقي بقطبكم نينوكي بس زيدنا مثلا تو كافره كشار بكم يعني يا تي بكجي يا ابيت بكشه يا تي اسير بكريتي تشكي بني سري اما كبري من المخازه بينم سريوي والله زي بريخو بقجم از جناي بينم از كچاي بينم از مالاي بشوتينم اسلام ده افتنا نابرون هردو مسلمان بن ابنا قانونه ابيا قانون خديننا لو خدش كشتني حسناك خصوصا قابك مسلمان بريخو بقجه جگنه مازنه يعني وان گناه کو پیغمبر بی علیه الصلاة والسلام جوان گناه مازن کشتنا انسانه کی قرآن پیروز دا خدا به جمع گوتی یکی انسان کی بگجه و کتبه کی انسان بگجه او قصا گناه مازنه يعني پیغمبر مج علیه الصلاة والسلام ده بيجا روى قيامات اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء اول محكمه خدا ود که نابر انسان ده بيجا ور خوین چو تبي خوین چوارت تچو في انسان هانه کشت اول محكمه ود نوا انسان هذا بين الناس نه شخص کی مثلا دبي خدش مراد به تلمش كريا نكري او حساب منو ازو خده دامه فقط ازو حجي ام بيجن دبي جاوره و چما هف کشت لو ما پیغمبر به علیه الصلاة والسلام انسان یک روز قیامت يعني دنیا دهاتی کشتن سر خود که دست خو تبي خوینا خو سو خده چه کریه تدبي يا ربي ابيان چما مکشت نزانم تی حضور خده ابيات چما مکشت از نزانم تخوازم چه سوال که والله نظام چما مکشتی يعني بشكل هانه لو ما خد پیغمبر گوتیار دفتر عول خده بعد که روز قیامت مساله خوینه جوار و چما هف کشتی و چما سر هف جکر و بیتشتهانه کر ابيا نقطه عول گرم بزانبن. الامر الثالث اذا حصل قتال واقتتلنا وقلنا غايتنا ان نوقفه عند حده. طيب اذا اقتتلنا وواحد من الناس هرب خلاص راى الحديد وهرب من المسكين فإذا يكون هو مسلما حرم الإسلام على المسلم أن يتبع أخاه الذي هرب من الحرب خلاص هرب لغايتنا أن نفتت جمعهم فإذا أنت فرقته أو فرقت بينهم لا داعي أن تتبعه. فهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن لا يتبع مدبرهم. إذا حصل خلاف اقتتال الذي هرب أنت لا تمشي وراءه خلاص اتركه فليذهب. هذا كذلك من القوانين الذي يهرب من الحرب نحن لا نذهب نبحث عنه نخرجه من بين أطفاله وأولاده ولا نقوم بقتله خلاص هرب كفى الله المؤمنين القتال. هذا كذلك حكم علينا أن نعلم. قانون أكيد دبي مثلا بشاركر ما تقولك بدارا الهاف خست يك ما قول دقال حقه أبد نجل همبر وندر كتن فقط أبد رافي يك جوان رافيا يا نيفي رافيان يا تاب رافيان پیغمبر گوتیه گاوا کو برابم بدوان نچ خلاص برم هر کس هر مال خو هف عفو بکن نا والله زي هرم دوب كيفم از تماشاك مخلكو و شارتيه چه کیجا دولت چه کتی بنی عرده نوا جنادش خارون اشتیا بکردید بجن بخت جنک چه کتی بخت جنا خو نا والله زي تبوكشم حيرا تمام قبول كلمه شاشتي كير از راويام اچو مال خو از کت بخت جنا خو پوشمانم ناس پوشمانه تقبول ناكم گرس تبوكشم اسلام نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبیجه گاوا کراویا بدون کبه اویا قانون کیه اما ایرو الجماعتنا والله کدا چم دود کفن گرم ورد کدا راویای
وام معامله كافره بيرات كن ابياجي تشتكي نراسته جران شي نابن بكن. امر اخر كذلك من بين القتال، اذا اصبح احدهم جريحا نحن ناخذه ونعالجه، خلاص اخ لنا جرحناه وعاد الى رشده، نقوم بمداواته، لا نقتله ولا نتركه حتى يموت. هذا كذلك الإسلام يأمرنا، هكذا يقول الرسول: ولا يذفف على جريحهم. مجروح أنت لا تكمل عليه حتى يموت، خلاص تحاول أن تعالجه وهو أخ لك، خلاص يعني انظر إلى المجروح، هو أخ ابن أبيك وأمك، حصل بينك خلاف وأنت كسرت رأسه، وبعد ذلك خلاص انتهى المشكلة، هل ستقتله مرة أخرى أم تقول خلاص أخي عفى الله عما سلف، تعال نصطلح، ستقوم باصطلاحته بصلح معه. نقطه دویت سا پیغمبر بجه ونه بریندار هف درمان بکن، بریندار ناف بجن و هر دو بری هفن و شر کرد به هف کتن لانه فتنکی چه بو یکل یکی خست تسر بری خوشکان حقبه نحقبه پشتیک بریندار بو تمام هیدی دفتر هات گرتن ببه درمام که بری خو بری ته نبیجا ولا زی تبوک جمله زبسات شونت بریندار از فشکل قدیش برای سر تدم ولا دلیم راحت نباز برای دلی تبدم ولا دلیم راحت نباز گوی تشکم وكاكو هند بريه بمسلمان اني سري حضرت حمزه زكي وقلاش تو كذا باي درخست وجوي جيكر اب وحشيته هانيه يعني وياك فلاب وياك مسلمان بو فقط ونهردو مسلمان انقافك في شركتنا براوه تدفرتا بيجي حتى هو ملتخص مسري تشكان متى بريندار كر فشكك التاكت بريندار بوي تمام والله دوام ناكم اجي تببم دكتور وتدرمان بكم وهر ما لا خوش نافزاركو يخداروني وخده معفو بكوا ما هفيشان ابي قانون اسلاميه اما قانون ادني تشتيك ام دكن نا ولات بريندار بيجي يعني ان اذي باش وان شولد دلن هذا درمان ناكن دبي براب خو بمره يعني براب خو بمره مثلا چند رو بر السودان بي تشتي دركت العالي ما انا تشبي از بنظام نبيستد اما تمام تكن دوكشن سري وان جيتكن دبي اوا دسه وان قلاشتن شولد ملتي او هيش نشخات شون فقير السودان او شرط كرن يعني ها ادوان داره وان قلاشتن وتقول حتى خاينا يتبر شو فقير تشبت بمراد اوسط كشتن يعني ياجي كيرك الجيكا يتخصن خوان جدهات دوام ناوكشن براب خو بمره يعني ابيات تشتي بيغمبر قوتيه نفت تشتهانيه يعني ما تكمله او معالجه الجريح سمعنا قبل ايام حينما حصل اقتتال في السودان الفاشر مويك محافظه من الفاشر منطقه سمعنا في الجرائد لا ادري ولكن ما قراناه بعضهم كانوا يقوم بجرح الناس ويتركه هكذا في الصحراء لغايه ما يموت يقول لا اكمل عليه يعني خلاص ما في داعي اذبحه ولا اطلق فقد يجرح من هنا يقطع ايده من هنا مسكين ولغايه ما يموت نزيف الدم يعني فهذا شيء لا يليق بالمسلمين لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم هذا اذا حصل اقتتال بين المسلمين ولكن له آداب وله خلق وعلينا ان نحترم بهذا. وكذلك يقول يحرم عليك ان تاخذ ماله يعني مال المسلم لا يكون غنيمه للمسلم فلنفهم هذا. نعم نقتتل يحصل نسمع كلام الشيطان أو يحتدي أحدنا على الآخر أو يحصل فتنة ولكن نقف عند حد لا نتبع المدبر نكمل على الجريح ولا نأخذ ماله غنيمة لنا لا يجوز ولا نساؤه سبايا ولا الجواري هذا كذلك لا يجوز. تشتكي دين اقتصاد إسلامي ده حرامه مال مسلمان نابه غنيمة مال مسلماناتنا چه نابه يعني ودحب الهف خس وسري هف شكان تمام وشكان شكان أنا والله مال تشتى بتراكتورة تو زمان كي مريشكا وان دبرن وتقول شامك زانت شنا دبرن شيء على شيش هندي مريش جلق ملقا تاب دبرن تقول أنا غنيمة يا وش عيبة مريش كي مسلمان بريتا مريش كي مسلمان تبغى غنيمة اشترى يعني إسلام بجا وأنا دبا وشرك الشيطان كتنا برا وفتنة كي تجيبو عقله وسري وشو أما مال بريتا مسلمان نابا غنيمة اشترى بأن حلال حرام اشترى بتشتهاني باش بزنبه أما مع الأسف أبش الجماعة تنام بتشتهاني اشتك. وكذلك أمر آخر في غاية الخطورة والأهمية الأسير لا يقتل إذا كان أسير يعني نعم يمكن أن يأسر أحد الأطراف أسيرا آخر حتى يكسر من شوكتهم ولكن خلاص أنا أقتل الأسير كما كان عادة موجود قبل الإسلام أو يعني هناك الحاكم يقرر المصلحة في فدائه سجنه قتله ولكن إذا كان الأسير مسلما يحرم القتل خلاص أنت تعامله معاملة طيبة.
كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر المسلمين أن يعاملوا أسر المشركين بالحسنى، فما بالك إذا كان أسير أخاك المسلم يعني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ربما له أخطاء أو عندك حق أكثر منه، ولكن هناك حدود للمحاربة الداخلية، لا تقتل أسيرهم. تيساجي نقطة كادنة أسير ويناقجي أسير مادام بريته مادام وهردو بسلمان حق نحق شوا چيبو مشار كر توان كر تام وزيان بقرم يازي عفو بكم بردم هر مال اخو خديت عفو بك اجي تدخم حبسه اما وكا انسان از بيرا بودون بستينم انسان لناخم برچی نایلم عذاب نادم وینادم جیرانه چخارته دا ناطفینم چونکی امانه تف شکل عذابن ایک ما ندیتی يعني خدای نینا سرمه لأبيات ناوا مبسلمانه دا پر مشهوره مع الاسف او عذابك عجيب يعني مال خلقي جيران ددنوان يعني تشتي غريب وعجيب تكن لإسلام بيجا قاواكو وهب أسير كر تام بركي تغير دبي وهب رشار كر أبيات الزاني تلدر بابات رحت ناسك نتي بقري بخي حبس وزندانه اما ويبرچي نيله نام بده آوه بده خوارنه بده لنخي رزيل ورسوانه كجناوينه نه كچاوينه نه كبيتشتهانه مثلا پیغمبر عليه الصلاة والسلام كافر مكه حرب بدر دا كبون اسير كتن دستوي پیغمبر چكر صحابي اخرى گو و چه خوار خوارنه بدن وانشي و چه خوار خوارنه انه بدن وان ظلم لوان نكن صحابي خوارنه داني خوارنه خوش دان وان ادنت خوارن لو ما هنك جوان انسان پشت دركتن بو مسلمان ويا منظم واخلاقي وقص اخلاقي كما زنه مثلا حكمه اسلامي ايك اسلامي وان دكرت ياي وان شرط كر باشا وان عفو تكر وانا داويد بو مسلمان رحمه اسلام ديتن اما انا دبي رحم لازم خلاص كشتن هذا هرتها بوكشم اي والله لو ما تنيري امدح بري همجي امد بن نياري اما ادني كافر بو نياري پیغمبر بو ولكن بشتك اخلاقي باش ديتن تهاتن بو مسلمان دغو والله تمام من نظام وتوقاس انسان كي اخلاقي تربيه لي اما افتشتي يعني نابر مدى تشد مع الاسف. طبعا كل ما ذكرناه كيف نستفد؟ اولا استفدناه من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وثانيا استفدناه عمليا من حرب سيدنا علي رضي الله عنه مع الذين عارضوه، هو كان خليفة مشروع والآخر كان لهم حجة خرجوا عليه. حصل ما حصل في النتيجة سيدنا علي خصوصا في معركة الجمل حينما حصل بين سيدة عائشة وسيدنا علي رضي الله عن الطرفين، فغلب جيش المعارضة كما نقول، فالشباب أو الذين خبرتهم بالإسلام قليل هكذا نسميه أفضل قالوا خلاص نأخذ هؤلاء الأسرى وأموالهم غنيمة. فسيدنا علي وقف لهم بالمرصاد قال ماذا تقولون؟ لا يوجد هذا في ديننا، كيف تأخذ أخاك أسيرا وزوجته وجارية؟ من يقبل منكم أن يأخذ عائشة زوجة النبي جارية له وهو أمنا وهي أمنا؟ فتوقفوا، عادهم إلى رشدهم ومنع، قال يعني خلاص اليذهب يذهب، وحصل ما حصل. هذا عمليا، وربما العلماء يقولوا هذا من حكم الحرب الذي حصل بين سيدنا علي والذين عارضوه، حتى نرى عمليا تطبيق الإسلام للاقتتال الداخلي، نرى عمليا هذا. فكانوا يدفنون الموتى، مثلا يحاربوا كم ساعة بالنهار، أولا كان بالسيوف هكذا، بعدين يستريحوا يقول لنقوم بمعالجة الجرحى وندفن الأموات ونصلي عليهم، هكذا كان. ولكن اليوم نكفر بعضنا ونذبح بعضنا ونحرق الجثث، وهذا شيء محرم في الإسلام، أما نحن نعمل هذا لا ندري. وان تشتيك ما خوان أنا وان تشتيك ما قلت أم شو فهمتكن يك حديثة بيغمبره عليه الصلاة والسلام هذا دويا وقت حضرتي علي والمقابلي حضرتي عائشة أبو داوي معاوية در كتشار كرن. حضرتي علي خليفة أبو يعني أبي كون بيجن حق قليب أو أبو أبدنا لنا حقيقة ياجي فتنة كيجيبو هشتيك الشرع عولنا برا حضرتي علي وحضرتي عائشة دا قضية حضرتي علي بسركت وده بربون جامعات وزيد أبو أبي حضرتي علي راهن كجوان جاهل ونظان هبون مسلمان مون جاهل ونظان بون هاي تقول ما حرب قازان شكر مالي وانا غنيمة اجمرا من مالي وان ببن وفرتاوي دا حضرتي علي قول بسكن عقل يختيخن سريخو افت قانون اسلامي لا تنه مسلمان مالي مسلمان بكي غنيمة بكي اسير قو هايدي ما قبول كير وكاوي حضرتي عائشة جنا كيه قو جنا پیغمبره ديامه قو اره كيش بايد ديا جنا پیغمبر شخوات كي اسير بكي جاريه خو قبول كمي تشتهاني
ها والله ما فهم نكر ساكنين يعني قلت شيء بتشتي يعني ديامه جنا پیغمبر ديامه چوا دیا جنا پیغمبر که دایکا مسلمانه به جاریا من ها از بفروشم از بستین و جنا پیغمبر منه قوم ما فهم نكر وش خاص ساكنين مثلا ها چت کرن شر کرن وقتی معاویه دروسه رو شر کرن دروسه رو شر کی گرام و که انا بتفنگانه بو کلشکوف و بمبایانه بو شور کرن دست خوراق لهفت قسن اول کلا که بون حتی نیورو کی شرط کرن داوید گفت تمام بسکنن انوان بریندار درمان بکن بریندار ما چه بونه ای انوان مریاج دفن بکن ساكنين شرط ساكناندن لما جا خو جماعتيش خاط كرن هر لما جا خو يشت كرن فتنك عجيبو لما جا خود كرن بريندار خود درمان كرن قبر عردات كولا مريه خود كرن هيك سروان مشت كرن يعني مصيبات كعجيبو ها او قصا نه مريه هفت شوتاند نه جني هفت كرن جاريه نه مالي هفت بره نه بريندار هفت تمام كرن اف اخلاق بو اما ايرو اعوذ بالله دبي بريندار نه بر حبسه دم خارن ندنه که بريندار بوكشه بده بريندار لوي بوكشه افيا افي كلمه جانش دبي امام درته ها امام دبي جيك تو بين تخي حبسه نام ديوان لوي چوله بوكشه يعني في كلمات بيجن براي خويا مسلمان را بشوتين بنزين باب جنوان تشتكي علاقه بيا واسلام هفتنا خدای عز وجل في اخلاقه نك نسيب ما ان شاء الله سلامتيا دين ودنيا بدا حتى حفتاتي بمين خير وخشيده امين ان شاء الله صحبات